بسبب شغفي للقصص والتجارب عدى عليا نفسيات بشر بكل الأشكال والألوان، وكل مرة بقول مفيش أفظع من كده ولا أشوف بالجمود والعنف ده. والمرة دي فاقد كل التوقعات، ويمكن اللي جاي يعديها، بس الأكيد إن أنا هقف عند قانون الحفني كتير قوي. فوت على صوت أمي وهي بتقولي: خلصت كل اللي ورايا يا كرم وجاهزة أسمع اللي حصل النهاردة. ضحكت وقلت لها: اللي حصل غريب جدا، طلع في قوانين تانية بتدير العالم من حوالينا واحنا منعرفش عنها أي حاجة يا أمي. قوانين؟ قوانين إيه بقى إن شاء الله؟ لفيت ناحيتها وقلت بكل تركيز: الموضوع بدأ من كام يوم برنة التليفون بتاعي. ألو مسعد بيه، أخبارك إيه؟ كرم، ممكن اشوفك ضروري؟ فكرت شوية وقلت له: ضروري يبقى عاوز دهب مش كده؟ لا، انا عاوزك انت. تقدر تقابلني دلوقتي؟ بصيت على العربية اللي كنت لسه راكنها كده وقلت: تمام مفيش مشكلة، أنا جاي لحضرتك حالا حالا أهو. ورحت قابلته في كافيه على النيل. لقيته قاعد سرحان ومتضايق جدا، وكأنه كبر بالسن بيجي 50 سنة كده. قعدت قدامه وقلت له: سرحان في يا مسعد بيه؟ قضية جديدة صح؟ لا يا سيدي مش قضية ولا حاجة، وبطل تقولي مسعد بيه دي، واحنا لوحدنا يعني، على الأقل قولي يا مسعد عادي. رجع سرح تاني وبيبص في النيل وقال: تعرف يا كرم، أنا فتحت تليفوني أدور على حد قريب مني أقدر أحكي له حالي وأطلب منه إن هو ينصحني ويسمعني، طبعا غير مراتي، بس قايمة تليفوني الكبيرة فجأة صغرت قوي وملقتش حد، ومن غير ما أحس لقيتني برن عليك أنت، معرفش ليه. والله يا فندم دي ثقة أعتز بيها، وأنا تحت أمرك. أخبار المدام إيه؟ والبيبي هيشرف إمتى؟ يا كرم أنا مش عاوز حد تحت أمري، ده الأمر لله وحده، أنا عاوز حد جنبي، وبطل يا فندم ويا بيه بالله عليك، أنا اللي فيا مكفيني، والمدام والأولاد بخير الحمد لله. قلت له باستغراب: أولاد يا مسعد بيه؟ أيوة يا سيدي، حامل في توأم، وبطل بيه دي بقى. هزيت راسي وقلت له: فهمت، أنا جنبك يا مسعد، وأوعدك أي حاجة هتقولها هتدخل من ودن اليمين تطلع من الشمال، وسرك هيكون في بير ملوش أي قرار، وأنا واثق من ده. الأول طمني على دهب، هي كويسة؟ كويسة الحمد لله، دي حتى حلمت بحضرتك امبارح وحكيت لي على الحلم. هنا بس لف ناحيتي وقال: حلمت بي أنا؟ حلمت بإيه بقى يا ترى؟ أنا هتصل بيها وأخليها تحكي لك الحلم بنفسها، مش كده أفضل؟ طبعا أفضل، اتصل. اتصلت بدهب اللي قالت بدون أي مقدمات: ما لسه بدري يا استاذ، هو ده اللي اول ما هطلع البيت هرن عليكي. اهدي بس يا دهب اهدي، ما هو أنا ما طلعتش البيت، أنا قاعد مع حضرة الرائد مسعد بندردش يعني شوية، وقلت له إنك أنتي حلمت بيه وهو عاوز يسمع الحلم ده، أنا هحطك على السبيكر أوكي؟ فتحت السماعة الخارجية ودهب قالت: مساء الخير يا فندم. مساء النور يا دهب، بخاف أسأل عليكي تفتكري إن أنا عاوزك في قضية ولا كده. دهب سكتت شوية وقالت: خفف عن قلبك، الدنيا سيناريو مكتوب وانت بتعيشه، وطالما ربنا قدام عينيك دايما طريقك هيكون صح صالح، حتى لو اتفرش بالشوك. بصيت ناحية مسعد اللي لقيته استغرب جدا من اللي قالته، وكأنها دخلت جوه عقله، فقال بتردد: انتي تقصدي ايه؟ انا شفتك في حلمي واقف قدام افعى كبيرة كبيرة جدا، كانت حبسك في زنزانة من نار،
عينك متغمية ومش بتشوف أي حاجة، وكل ما تحاول تخرج هي تنفخ في النار دي وتزودها. بس انت قدرت تقاوم وتخرج من الزنزانة دي، وهي من خوفها دخلت واستخبت حوالين مراية أو جوه مراية وانت كسرتها، وبكده الأفعى عمرها ما هترجع تأذيك ولا تأذي حد، وهتبدأ طريق جديد وانت مفتح عينك وعارف هتخطيه فين. مسعد سكت، فأنا قلت تمام يا دهب، تعبينك معانا. ما انتوا على طول تعباني، ايه الجديد؟ ضحكت أنا ومسعد اللي ضحكته كانت مصطنعة. قفلت الفون وقلت له اللي لقيته دهب ده ليه علاقة بالموضوع اللي حابب تفضفض معايا بيه، صح؟ أيوه، البت دي غريبة قوي، عندها شفافية ربانية مذهلة الصراحة. قلت له وانا بداري غيرتي عليها من كلامه، ولسان اطول من سور الصين العظيم الصراحة. انا سامعك اهو، اتفضل اتكلم. سحب نفس طويل هنا وقال انا اكتشفت ان انا مش انا يا كرم. ايه ده؟ دي اغنية عم عبد الباسط صح؟ يا ريت النهارده بس عرفت ان امي مش امي، وان ابويا مش ابويا، وان ليا عيلة كبيرة ليها قوانينها، ولغاية دلوقتي مش مستوعب اي حاجة ولا مدرك للمتاهة اللي دخلتها دي. انا بقى اللي كنت تايه في متاهة ومش فاهم منه اي حاجة، فسألته بهدوء طب ممكن تحكي لي التفاصيل؟ انا كبرت وانا عارف ان والدي ضابط متقاعد، وامي موظفة كبيرة في مصلحة الضرايب. ابويا توفى من 2 سنين، واليومين اللي فاتوا امي تعبت، فقررت انها تعترف لي بالحقيقة، ويا ريتها ما اعترفت ولا قالت اي حاجة. قالت انها اخدتني من امي تربيني، وسموني على اسمهم باوراق مصورة، واكدت لي ان امي اللي ولدتني عملت كده عشان تحميني من قانون عيلتهم، وانا مش عارف اعمل ايه، اطنش واعيش باسمي وعيلتي الحاليين، ولا واجه حقيقتي واعرف انا مين واهلي مين. واللي فهمته من امي ان رجوعي لاهلي يكاد يكون مستحيل، ومش يعترفوا بيا، وان ليا اخت كبيرة اسمها اسمهان، وانها هي اللي بتتحكم في العيلة كلها، وليها قوة ونفوذ على اي حد، ومش هتسيبني في حالي. طب ما انت ظابط وتقدر بطرقعة صباع كده تعرف تاريخ حياتهم كلهم، مش كده؟ لا يا كرم، مش عاوز حد يعرف اي حاجة عن الموضوع ده. انا فكرت في اللي قاله مسعد وحلم دهب اللي تقريبا اتفسر. فكرة ان هو كان في الحلم اعمى، ده يعني غفلته عن حقيقة اهله، والزنزانة هي الكذبة اللي كان عايش فيها، والافعى كده والله اعلم هتطلع اخته اسمهان، وربنا يستر من اللي جاي. مسعد قال وبيولع سيجارة وبيشربها ممكن تيجي معايا وانا رايح بلدي يا كرم؟ فكرت لثواني وقلت له بشغف كاتب عاوز يفتح ملفات غامضة وجديدة عليه مفيش مشكلة اجي معاك، انا ده شرف كبير ليا. حسيته ارتاح، فقلنا احنا الاتنين في نفس الوقت ايه رأيك لو دهب تيجي معانا؟ هنا بقى بعد ما قلنا الجملة دي ضحكت انا وقلت يبقى هقول لها وهنشوف رأيها ايه. انت ناوي تروح امتى؟ فاضي بكرة الصبح كده. فاضي ان شاء الله، هشوف دهب ونتوكل على الله كلنا. يا مساء الفل والسعادة والجمال على كل الناس اللي سامعاني دلوقتي. أنا أحمد عبد الكريم، والنهاردة معادنا مع قصة جديدة. طب قصة النهاردة هي بعنوان قانون الحفني، وهي الجزء الرابع من سلسلة دهب. أنا عارف إن دهب وحشتكم جدا، والله وحشتني أنا كمان. طبعا أنتوا عارفين قصة النهاردة من كتابة مين؟
الكاتبة المعجزة ياسمين أبو حسين. أنا بشكرها جدا، وأشكرك أنت كمان يا صديقي على الاستماع، بس مش دلوقتي، في آخر الحلقة. بس هنبدأ الحلقة، أنتوا عارفين طلباتي، يا ريت تعملوا لايك وكومنت، لأن فعلا الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتعرف فين الصح وفين الغلط. ويا ريت تعمل سبسكرايب في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبدون كلام كتير يلا نبدأ الحلقة ونشوف ياسمين كاتبة إيه. يلا بينا. شربت من كوباية العصير بتاعتي، فأمي قالت: ما تكمل يا كرم، ولا لازم تعذبني معاك؟ سبت الكوباية من ايديا وقلت: أنا بتفق دايما معاكي على إيه بقى في أي قصة بحكيها لك؟ بلاش أقطعك وأقعد ساكت، عارفة؟ تمام يا ست الكل، وأنا هكملك حالا اللي حصل. لما سألت دهب وحكيت لها المسعد قالوا وافقت جدا انها تيجي معانا، واستأذنت باباها اللي وافق بس بشرط كارما اختها تيجي معانا، ورحنا احنا الأربعة الصبح لبلد مسعد بيه. هي بلد نصها صناعي ونصها سكني، كلها آلات وورش لصناعة الفخار والأعمال اليدوية الفرعونية. أهلها في حالهم جدا وكلامهم قليل. سألنا على بيت الحفني، والد مسعد الحقيقي، واحد دلنا عليه ورحنا ناحيته، وهو عبارة عن دوار كبير متحوط بسور. وقفت بالعربية ومسعد نزل وقرب من واحد واقف، اتكلم معاه ورجع العربية وقال: اطلع يا كرم. قلت له: مش هندخل بيتكم ولا ايه؟ لا، هنروح الأول للست اللي ولدتني، نفسي أعرف هي سابتني ازاي العمر ده كله بالسهولة دي. محبتش أزودها عليه بأسئلتي الغبية الصراحة، وكمان كنت تعبان من طول الطريق. دورت العربية ومشينا على وصفه، وقفنا قدام عمارة من دورين. نزلنا كلنا من العربية ومسعد بيقدم رجل وبيأخر التانية. خبط على باب البيت من تحت كده، وبعد فترة فتحت لنا الست في الخمسينات. أول لما شافت مسعد وقفت مصطومة، بس الغريب هو رد فعل مسعد نفسه لما قال: أم سمر. وقفت جنبه كده وقلت: أنت تعرفها يا مسعد بيه؟ الست قالت بصوت مهزوم: اتفضلوا ادخلوا، اتفضلوا. دخلنا كلنا وطلعنا للشقة اللي في الدور الأول. كانت شقة نظيفة جدا وفرشها شيك رغم ان هو قديم. دهب مالت عليا كده وقالت: ايه النظافة دي؟ بس يا دهب ده وقته. مسعد وقف قدام الست وقال: مين بالظبط؟ ام سمر اللي كانت بتيجي كل اسبوع تشحت فلوس من امي، ولا انت ممكن تكون الست اللي ولدتني؟ ام سمر قعدت هنا وقالت: كده يبقى امك حكت لك الحقيقة يا ابني، رغم ان انا استحلفتها انها ما تقولكش اي حاجة وتتعبك وتبعدك عن هنا. ليه؟ وهو وجودي هنا كان تعبك قوي كده؟ هنا الست بدأت تبكي وقالت: قول اللي انت عاوزه، بس امشي من هنا وما ترجعش تاني مهما حصل، وانسى كل اللي امك قالت لك عليه. مسكها مسعد من دراعها وقال بغضب: انت كنت بتيجي عند امي ليه؟ ما ظروفك الماديه كويسه ولابسه دهب بشيء وشويات اهو. انا وقفت وخلصت دراعها من ايده وقلت علشان اهديه: مش كده مش كده يا مسعد، اهدى من فضلك اهدى. بعد عنها وقال: عموما انا مش جاي هنا ليكي، انا جاي لابويا، او المفروض يكون ابويا. الست وقفت مفزوعه وقالت: لا، ابوك في غيبوبه اصلا ومش بيفوق، ابعد عن هنا واقصر الشر يا ابني، اقصر الشر. انا مش ابنك، انا جيت هنا عشان افهم ليه انا اترميت للناس وناس اغراب عشان يربوني. بعد ما شفتك مش عاوز اعرف منك اي حاجه. يلا يا كرم نمشي يلا.
كنا لسه هنمشي بس باب البيت الحديد خبط. أم سمر قالت بخوف: اقعدوا متتكلموش مع حد. أكيد أسمهان عرفت إن أنا عندي ضيوف. لو اضطريتوا قولوا إنكم تايهين وأنا فتحت لكم الباب عشان ترتاحوا. وسابتنا ونزلت السلم جري. بعد شوية طلعت أم سمر وهي ملامحها مرعوبة، ووراها ظهرت ست في نفس عمرها، ملامحها حادة وشكل الضحكة ما ظهرتش وشها من زمان. دهب قربت مني وقالت: الست دي شكلها يخوف يا كرم. ششت بس يا دهب، ما تحرجناش قدام الناس دي. ها، اهدي بقى. فعلت أنا ودهب وكرمة وضعية المتفرج، والوضع كان كالتالي: الست الجامدة دي واقفة قدام مسعد وبصله من تحت لفوق كده بنظرات كلها ثقة وثبات. كان نفسي أقول لها إن هو ظابط ليه يعني شأنه ورتبه يعني، بس أسمهان أخيرا نطقت وقالت: عندك ضيوف يا أم سمر. أم سمر قالت: دول كانوا تايهين وطلبوا إنهم يرتاحوا شوية وهيمشوا حالا. بس مسعد قال فجأة: أنا عاوز أشوف سليمان الحفني. أسمهان ضيقت عينيها وقالت: تشوفوا؟ يعني مش تايهين ولا حاجة، ده انتوا جايين محددين هدفكم كمان بقى. كنت عاوز أقول لها من خوفي إن هو بس اللي عاوز، إحنا لأ. بس مسعد قال: أيا كان أنا عاوز أشوفه ضروري. بس أبويا الحاج سليمان مش جاهز يقابل أي حد يا حضرة. ثانيا بقى أنت مين بالظبط؟ وبتعمل إيه في بيت الشيطانة دي؟ مسعد قال: أنا شخص لسه مكتشف إن الست دي ولدتني وإن أبويا يبقى سليمان الحفني، وجيت أتأكد. وعلى عكس توقعي الست أسمهان ضحكت وقالت: أبويا ملوش ولاد غيري، وأنا اللي بدير كل أملاكه، لأن قانون عيلة الحفني بيقول إن ما ينفعش يبقى لأي راجل من رجالتها غير ولد واحد، وابن سليمان هو أنا وبس. ودلوقتي تاخد الأغراب اللي معاك دول وتخرج من البلد حالا. صمت غريب طال بينهم، عشان عفريت العيلة اللي جنبي تقف وتقول: اتكلمي معاه كويس، ده ظابط شرطة. شديت دهب من ايديها وقلت بصوت واطي: انا هخلي الظابط ده يرميكي في الحجز يومين عشان تبطلي تتحشري في اللي انتي مالكيش فيه. اهدي بقى. الغريب انهم ولا كأنهم سمعوها، بس اسمهان قالت: انت ما تعرفش حاجة عن سر عيلتنا، ولو الشيطانة دي قالت لك حاجة وملت دماغك بيها فما تسمعهاش احسن لك يا حضرة الظابط. مسعد قرب منها وقال: انا لا مصدقها ولا مصدقك، كل اللي عاوزه اقابل سليمان وبس. ده غير ان انا لو عملت شوية تحريات عنكم هعرف كل حاجة، فما تضطرونيش اعمل كده. اسمهان بصت ناحية ام مسعد ولا أم سمر دي وقالت: الجنان ده لازم يخلص وحالا، لانك انت اللي هتتأذي يا بومة. مسعد حجب ام سمر وراه بجسمه وقال: كلامك معايا انا، خليني اقابل سليمان بدل ما اقتحم بيتكم بقوة عسكرية، وبوريني بقى هتمنعيني ازاي. قلتلك ابويا ما ينفعش يخلف غيري، ولا راجل في البلد ينفع يخلف غير مرة واحدة. انت مش فاهم ليه؟ والله الكلام ده احب اعرفه منه، وان كنت خايفة اخد منك يعني الجمل بما حمل تبقي غلطانة. انا كل اللي عاوزه الحقيقة وبس. بس اسمهان اتحركت كده وشدت ام سمر من ايديها وقالت:
هو ده ابنك بجد ولا ايه؟ ام سمر بصت في الارض وما نطقتش بكلمه. اسمهان صرخت فيها وقالت: رد عليا، هو ابنك من ابويا يا شطانه انتي؟ مسعد خلص ايد امه من اسمهان وقال: ردي يا ام سمر ردي. وجي رد ام سمر متوقع لينا: ايوه ابني، وانا بعدته عن البلد كلها وعنكم، وربيته عند ناس اكرموه وكبروه وخلوه ظابط وملوش علاقه لا بقوانينكم ولا عاداتكم ولا تقاليدكم. بس الصدمة والخوف اللي اترسموا على وش اسمهان قلقوني. لقيتها بتشد شال كفها كده عليها كانها حست بالبرودة وقالت: تبقي فتحتي على الكل نار محدش هيقدر يوقفها، ولازم تدفعي التمن اللي هيكون عمرك يا شطانة. وسابتنا ومشيت. قمت بصيت عليها كده من الشباك، لقيت رجالة كتير جدا بيستنوها وكلهم جردات جسمهم ضخم. بس الغريب ان انا لقيت الست القوية دي بتتسند على عربيتها المرسيدس كأن رجليها مش قادرة تشيلها. واحد من رجالتها ساعدها انها تركب، وبسرعة العربيات ديت اتحركت ومشيت. انا رجعت بعينيا للبيت اللي كنا فيه، لقيت ام سمر بتقعد وهي بتقول: اللي كنت خايفة منه حصل، احنا كده في خطر. امشي يا مسعد بيه وارجع لحياتك وشغلك وامك اللي ربتك. انت مالكش مكان هنا، ولا انا كمان بقى ليا مكان هنا. الغريب ان مسعد لف ناحيتنا وقال: كرم تعال معايا والبنات يفضلوا هنا. مشيت ناحيته وقلت: تمام مفيش مشكلة، انت هتبقي كويسة يا دهب؟ دهب ردت وقالت: ايوه بس ما تتأخروش. خرجنا انا ومسعد ومشينا على رجلينا وسيبنا العربية. قابلنا راجل كبير قاعد ساند دقنه كده على عكازه. مسعد قرب منه وقال: السلام عليكم يا حاج. الراجل بص ناحيتنا وطول في بصه بعدين وقال: وعليكم السلام يا ابني، انتم اغراب؟ ايوه كنا رايحين بيت سليمان الحفني. الراجل وقف وقال: للحاجة اسمهان يعني؟ لا، لابوها بنفسه. بس يا ابني الحاج سليمان بين الحياة والموت بقاله سنين. انا ضحكت وقلت له: بين الحياة والموت بقاله سنين؟ ده اللي هو ازاي يعني يا حاج؟ الراجل رجع قعد وقال: لانه ببساطة خالف قانون الحفن الكبير واتجوز على مراته من بنت صغيرة قد بنته اسمهان، وخلف منها بنت اسمها سمر الله يرحمها، ومن يومها واللعنة صابته. رجعت سألته وانا بقعد في الظل جنبه على الرصيف: لعنة ايه؟ اتنهد وقال: لعنة لانه خلف تاني. ده موضوع كبير يا ابني محدش هيفهمه غير اهل بلدنا، وخصوصا اللي من نسل عيلة الحفني. مسعد سأله بفضول: انت بتقول ان اللعنة صابت سليمان بعد ما جاب بنته التانية سمر مش كده؟ ايوه يا ابني، مجرد ما الراجل يخلف تاني بيدخل في لعنة ربنا ما يكتبها على اي حد، ويكمل يعني اللي باقيله من ايامه في غيبوبة كاملة. بصيت انا ومسعد لبعض باستغراب عشان هو يقول اللي كان بيدور في عقلي بالظبط. ازاي الكلام ده وسليمان خلف من مراته التانية ولد بعد سمر بنته؟ الرعب اللي اترسم على وش الراجل ده هو نفس الرعب اللي صاب الست اسمهان قبل ما تمشي. الراجل خرج صوته مرعوش وبيقول: خلف تاني؟ مستحيل طبعا، ده كده تبقى خربت على الكل.
مسعد سأل بخوف: وايه المشكلة يعني في كده يا عم الحاج؟ يا ابني ده قانون صايب رجالة عيلة الحفني من قديم الأزل، هما اتكتب عليهم خلفة واحدة بس، غير كده يبقوا بيتحدوا اللهم احفظنا الجن دي مانة. يا ابني من زمان البلد دي كانت أراضي زراعية بيتحكم فيها راجل باشا تركي، المزارعين كانوا بيشتغلوا فيها، بصراحة كانوا زي العبيد، لغاية ما اسماعيل الحفني الكبير لقى مقبرة في أرضه اللي كان بيزرعها، واللي الباشا وراه الأهوال علشان ياخدها منه، بس اسماعيل الحفني كان وراه عزوة مقوياه، ولما دور على حد يساعده في فتح المقبرة دي قابل ساحر شيطان، وعد ان هو يفتح المقبرة ويعطيه نصها. ولما عملوا جلسة تحضير جن الرصد، الملكة ديمانة حارسة بنت إبليس كان ليها شرط، والشروط اللي الجن الراصد بيحطوها بتكون دايما تعجيزية، عشان مش بيبقى في نيتهم تسليم المقبرة أصلا. وكان شرطها إن إسماعيل الحفني يقتل كل ولاده ويبقى على ابنه الكبير بس، وكمان يمتد الشرط ده لنسله كله، ولو هو وافق هي مش بس هتفتح له المقبرة، لا دي كمان هتملكه من زمام البلد كلها. واسماعيل كان جشع، قتل 3 عيال ليه، وفضل ابنه البكر أول فرحته ومراته اتجننت، بس هو اتغنى والباشا اتحرق قصره، وبدأ اسماعيل الحفني ان هو يشتري كل الأراضي ويضاعف سعرها على الناس، وخلال 5 سنين كانت البلد كلها ملكه. وحط قانون الحفني بأن ممنوع حد من ولاده أو أحفاده يخلف مرتين، وإلا لعنة ديمانة هتصيبه. وبعد موت إسماعيل الحفني في اللي اتمرض وقرر إن هو يخلف عيلين، واللي بقى يعمل كده بقى يموت يا إما يفضل عايش بين الحياة والموت، وبكده مستحيل يكون سليمان الحفني يخلف حد بعد بنته سمر. بعد ما خلص الراجل ده كلامه انا قلت له: انتوا بتصدقوا الخرافات دي يا حاج؟ مفيش في قاموسكم الآية الكريمة اللي بتقول كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ اللي كتبه ربنا مش ديمانة دي. مسعد قال لي: معاك حق يا كرم، ومع ذلك انا حاسس ان في حاجة غلط. ازاي سليمان خلفني بعد السمر لو اللعنة موجودة والقانون اللي حطه جدي اسماعيل صح؟ هنا الراجل قال: انت بقى ابن سليمان؟ طب خد بالك من نفسك يا ابني، واوعى تتخطى قانون الحفني وتخلف غير عيل واحد بس، والا هتصيبك اللعنة زي ابوك. مسعد شاور لي براسه ان احنا نمشي. انا مشيت جنبه وقلت: انت مصدق الهرتله دي يا مسعد؟ وقف مكانه وقال: استنى هسأل الراجل ده سؤال وهنكمل طريقنا، استنى. لف ناحيته وقال: بس يا حاج انت. لقيته سكت، فلفيت انا كمان علشان لا الاقي الراجل ولا الاقي الكرسي اللي كان قاعد عليه اصلا. دورنا حوالينا كده لقينا الشارع فاضي، مستحيل يكون مشي بالسرعة دي من غير ما نشوفه. قرب مننا شخص تاني وقال: بتدوروا على حاجة يا افندينا؟ شكلكم اغراب. ايوه كان في راجل قاعد هنا من ثواني واختفى. الراجل رجع خطوتين لورا كده وقال: تبقوا مش اغراب، محدش بيشوف شبح اسماعيل الحفني الكبير اللي بيقعد هنا غير نسله وبس. انتم ولاد مين؟ مسعد قال له: سليمان الحفني. يا سنة سوخة، مستحيل طبعا. بعد ما قال الجملة دي سابنا وهو بيجري، بس انا ومسعد كملنا طريقنا لبيت الحفني. واول لما وصلنا طلبنا من الحارس ان هو يدخلنا، والراجل مشكور
دخلنا وكأنه عارف إننا جايين. ولما دخلنا واحد من الرجالة اللي محاوطين الدوار الكبير ده شاور لينا على أوضة جوه البيت وكأنها مضيافة. ولما دخلنا لقينا راجل كبير نايم على السرير ومتعلق في ايده محلول مغذي وواصل بجسمه أسلاك كتير جدا لأجهزة، ولا كأنه في غرفة عناية مركزة بالظبط. الراجل اللي دخلنا ده قال: حالته زي ما حضراتكم شايفين، ده ابوك يا مسعد بيه، يعني مش هتستفيد منه اي حاجة. مسعد مشي ووقف جنب السرير وبيبص على الراجل اللي طلع والده ده. كنت بتابع تعابير وشه المتلخبطة والحزينة، بس لقيته بيبص على الأدوية اللي موجودة على الترابيزة وبدأ يقرأ أساميها. حسيت ملامحه اتغيرت وفجأة صرخ بكل قوته: اسمهان! أنا ما فهمتش هو عمل كده ليه، بس دخلت صاحبة الهيبة والقوة وهي بتقول: صوتك ما يعلاش يا حضرة الضابط في دوار الحفني، وتحترم رقدة الراجل الكبير ده. حط أنبول قدام عينه كده وقال: بتنيم ابوكي ليه؟ هنا بلعت رقها وقالت: حاجة ما تخصكش، وتفضل امشي من هنا زي ما جيت. ما تفكرش اللحظة انك انت من نسل الحفني. خايف اخد الورث منك صح؟ لا، ما انت متقدرش تاخد مليم واحد مننا، وقانونك اللي بتشتغل تحت عبايته لا يقارن بقانون الحفني. وقف مسعد قدامها وقرب منها وقال: فاكرة شوية الرجالة اللي حواليكي دي هتحميكي مني؟ انا لو حطيتك في دماغي والله ما هسيبك. قعدت على كرسي كده وحطت رجل على رجل وقالت: غلطان يا حضرة الضابط، انا مفيش حواليا رجالة، دول اهلي واهل البلد كلهم. انا الكبيرة بتاعتهم، ولو فكرت مجرد تفكير تأذيني هتندم يا مسعد بيه. مسعد ضحك وقال: هنشوف، والراجل الغلبان ده هاخده منك وهعالجه من المواد اللي معجزاه بيها دي، وهخليه ياخد حقه منك ومن طمعك وجشعك. يا شطانة يا حقيقية. هنا وقفت وقالت بكل حزم: على ما فخلك تركبه، اتفضل اطلع بره. مسعد بص على والده كده وقال لي: يلا بينا يا كرم، وهرجع لك قريب جدا يا ابويا، هرجع لك قريب. خرج مسعد وبيزق رجالة أسمهان. أنا مشيت وراه بس غصب عني لقيتني بلف كده بص على الست القوية دي، ولقيتها ماسكة كف والدها بتبص ناحيته كده بنظرات غريبة لا تليق عليها. طول الطريق ومسعد عمال يقول: انا هوريها وهعرفها مين انا، واقدر اعمل ايه فيها وفي عيلتها وقوانينهم الزفت دي. نفسي ارجع لها يا كرم وامسح بوشها الصخري ده بلاط الدوار قدام رجالتها كمان. واخيرا وصلنا بيت الست ام سمر، واحنا على السلم سمعنا اصوات وصريخ. بصيت انا ومسعد لبعض كده ولقيتني بجري على السلم لما صوت دهب وصل لي. باب الشقة كان مفتوح ولقيت كارما مكتفة دهب وبتقول: اهدي بس، خلينا نفهم منك عاوزة ايه بس. دهب زقتها وقالت: قلتلك ابعدي عني، انت بتفهميش. انا جريت عليها وقلت: مالك يا دهب بس، مين اللي زعلك، مين؟ دهب بصت ناحيتي وقالت: وانت مين انت كمان؟ وقفت مكاني وبدأ عقلي يجمع اللي بيحصل. في حد استحوذ على جسم دهب دلوقتي وبينطق عليها. مسعد قرب مني وقال: هي دهب اشتغلت؟
جرايه يا مسعد؟ ايه انت موجود في تلاجة؟ اصبر بس لما نشوف مين اللي بينطق عليها ده. ام سمر قالت: مالها الانسه دي؟ فجأة هجمت عليا من غير ما اعمل لها اي حاجة. قلت لها: هي عندها ملكة كده ان الميتين ممكن ينطقوا عليها، وتقريبا في حد ميت هيشرفنا دلوقتي. كارما قالت لها: دهب انت سمعاني؟ انا مش دهب، انا سمر. شاهت ام سمر شهقة طويلة، حسيت فيها ان حنجرتها اتشرخت من صدمتها الكبيرة، وقالت: سمر بنتي؟ دهب حاولت انها تهجم عليها تاني وهي بتقول: بنتك يا شطانة، سيبوني اموتها واخلص الناس من شرها، سيبوني. ام سمر شدت خمار من على الكنبة وجريت من غير ما تبص وراها، لان دهب بتقول: ما تخلوهاش تهرب، سيبوني عليها. مسعد وقف قدامها وقال: سمر، انا مسعد، تعرفيني؟ دهب هنا بدأت تهدى وقالت: مسعد اخويا؟ ايوه، انا اخوكي، ممكن تهدي وتعرفيني عاوزة تهجمي على امك ليه؟ ما تقولش امي، دي شطانة. مسعد شدها من ايديها وقعد على الكنبة وقعد جنبها وقال: مش هقول، بس انا محتار يا سمر وتايه، وانت الوحيدة اللي هتعرفيني الحقيقة، حقيقة قانون الحفني. انا قلت له بغضب: مسعد بيه، ما تنساش ان اللي قدامك دي دهب، ها؟ دهب خطيبتي، فبعد شوية كده عنها علشان اليوم ده يعدي على خير، بعد اذنك. مسعد فعلا بعد عنها وقال لها: انت اختي الكبيرة؟ وقفت ومشيت ناحية كومودينو كده، فتحت الدرج وخرجت منه صورة، ورجعت قعدت جنبه وقالت: لا، انا توأمك. كارما قالت: اوبا، ايوه كده، خليها تحلو، خليها تحلو. هنا مسعد مسك الصورة، كانت صورة لطفلين عندهم 2 سنين تقريبا وماسكين ايدين بعض. سمر قالت: انت سبتني وانت عندك 3 سنين، وكبرت انا هنا لوحدي، محبوسة في بدروم البيت ده، معرفش حاجة عن الناس ولا الحياة، مجرد كلبة متسلسلة بتترملها كده لقمة كل كام ساعة. 15 سنة ما شفتش فيهم لحظة احكي عليها، ومش فاهم انا محبوسة ليه. كنت بسمع الناس اللي ماشية وهما بيتكلموا واتعلمت منهم اتكلم، والغريب ان محدش كان سامع صريخي كل ليلة، لغاية اليوم اللي ظهرت ليا فيه دي مانا. هي جن حارس زي ما قالت لي قبل كده. يومها انا بقيت احفر في الحيطة بضوافري من رعبي، بس هي قالت: جه وقتك. كشيت في نفسي وقلت لها: وقت الايه؟ هتموتيني؟ مش انا اللي هموتك، امك اللي هتقدمك قربان ليا زي جدك الكبير اسماعيل الحفني. سمر سكتت، فمسعد قال: ازاي محدش خلصك من اللي كنت فيه ده؟ محدش كان يعرف لا بوجودي ولا بوجودك. امك اتجوزت سليمان الحفني وهي مخططة تاخد كل حاجة، ولو هي خلفت ولد هياخد الورث كله من اسمهان. بما انها بنت عمه ورغم فرق السن اللي كان بينهم، بس هي لفت عليه وخلته يحبها، وشرط سليمان الوحيد ان امك ما تخلفش. بس طبعا كدبت عليه وحملت، ووصلت لمراته الاولى ان هو اتجوز منها. ولما ام اسمهان عرفت طلبت منه ان هو يطلق امك، وطلقها، وهي كده وصلت اللي هي عاوزاه، وقعدت في البيت ال9 شهور.
كانت ليها صديقة هي اللي بتجيب لها الأكل والشرب، وأمك ما صارتش طول شهور الحمل. كانت بتحضر في ديمانة، خصوصا إن البيت ده اتبنى فوق المقبرة اللي جدك الحفني بدأ منها، واتفق مع ديمانة على قانون الحفني بعدم الخلفة غير طفل واحد بس. وهنا برضه ذبح ولاده قربان ليها، وأخيرا في حملها ديمانة ظهرت ليها، واتفقوا إنها هتضر الطفل الأول اللي هيتولد من التوأم ليها عشان تساعدها إنها تقضي على سليمان وأسمهان بنته. ولحسن حظها أنا اللي اتولدت الأول قبلك يا مسعد، وبكده هي قدمت القربان لديمانة وضحت بيك. أيوة، ضحت بيك، تركت الحفن كلها اللي ملك أبوك. وكبرنا لما بقى عندنا 3 سنين، ووصل الخبر لأبوك وأسمهان، وهنا أمك بعدتك عن هنا، وعن طريق صاحبتها واحدة ست أخدتك تربيك. وبكده بدأ التحدي بينها وبين ديمانة وبين أهلك كمان، وهي قالت إن اللي خلفته بنت، وإنها هتحبسني في أوضة بالبدروم ومحدش يعرف بوجودي. بس لعنة ديمانة طالت أمك وحولت حياتها الجحيم. فقررت أمك المرة دي إنها تلعبها صح، وتقول إن ديمانة إن اللي كانت السبب في الحمل هو سليمان، وإنها لازم تعاقب سليمان مش تعاقبها هي. في عز ما كانت دهب بتتكلم، كارما قطعتها وقالت: وانت بقى عرفتي كل ده ازاي؟ وانت قضيتي عمرك في البدروم؟ دهب بصت ناحيتها كده وقالت: مين دي؟ مسعد قال بسرعة: سيبك منها وردي عليا يا سمر، رد عليا من فضلك. لما كانت امك بترميلي الاكل زي الحيوانات، كانت بتقعد تشتمني وتقولي انت واقفة في طريقي، يوم ما تموتي انا هجيب ابني واخد كل املاكهم. وبقيت تحكي لي كل اللي عملته عشان توصل للفلوس والورث وتكسر قانون الحفني. هنا بقى انا اللي اتكلمت وقلت لها: طب وانت مالك يا سمر؟ ما هي بايديها تقتلك وتوصل لكل ده. دهب بصت ناحيتي: مين ده؟ مسعد بصلي انا وكارما وقال: ممكن تسكتوا انتوا الاتنين؟ ركزي معايا انا يا سمر، ركزي معايا. قعدت انا وكارما وقررنا احنا نسكت خالص. مسعد رجع لها وقال: هي ليه ما خلصتش منك في اي يوم وسابتك عايشه كل ده؟ كان لازم ابوك اللعنه تتمكن منه ويتجنن ويموت زي كل اللي اتحدوا قانون الحفني وخلفه تاني. بس اختك اسمهان قدرت تحمي ابوك وحذرته بقالها سنين عشان ديمانة ما توصلش ليه. ولما وصلت ل15 سنة ديمانة طلبت دمي، وطبعا امك ما اتأخرتش ورمت لي الاكل يومها وهي بتقول: كلي واشبعي، اخيرا هترتاحي يا سمر. مش كنت عاوزة تشوفي الناس اللي بتسمعي صوتهم وتشوفي الطريق اللي بيمشوا عليه؟ كنت فاكرة اني اخيرا صعبت عليها، بس لما خلصت اكلي دخت وبقيت اشوف كل حاجة بتتهز قدامي، وشفت شبح ديمانة وهي واقفة قدامي، وامك فتحت الباب الحديد ودخلت في ايديها السكينة، وفجأة حسيت ان روحي بتطلع ونفسي بيتقطع، ومت يا اخويا، مت. مسعد طبطب على ايد دهب كده وقال: سامحيني لان انا ما كنتش عارف بوجودك يا سمر. وبعد ما خلص الجملة دي انا اتنحنحت علشان يبعد ايده عن دهب، بس هي قالت: انت شفت جدك اسماعيل الحفني لما جيت هنا يا مسعد؟ ايوه شفته يا سمر. دهب وقفت وسمر قالت: انت متجوز؟ ايوه متجوز ومراتي حامل. تعرف يا سمر حامل في توأم زينا؟
بعد ما سمعت الجملة دي بدأت تتحرك يمين وشمال بخوف، وقالت: اللعنة عمرها ما هتقف، قانون الحفني هيفضل مستمر. ولادك في خطر يا مسعد، ولادك في خطر. أسمان هي اللي هتقدر تساعدك، انت بس حاول. فجأة وقفت عن الحركة وقالت وهي بتبص علينا: انتوا رجعتوا امتى يا كرم؟ مسعد ضرب ايده في الحيطة وقال: يا دهب دايما بترجعي في اوقات ما يعلم بيها الا ربنا. وطبعا كان لازم اوضح لدهب كل اللي حصل ده وايه اللي هتجننا. مسعد كان واقف مش عارف يعمل ايه، بس دهب قالت له: اسمع كلام سمر اختك وروح لأسمهان ويمكن فعلا تلاقي الحل عندها. رد عليها وقال: معاك حق، يلا بينا. خرجنا من الشقة ووقفنا ورا الباب كده، ولما نزلنا وقف مسعد قدام الأوضة المقفولة اللي كانت سمر محبوسة فيها، وسحب نفس طويل كده حزين وقال: لازم ادخل، بس مش دلوقتي. بعدين خرجنا وركبنا العربية ورحنا دوار الحفني. طلب مسعد ان احنا ندخل، بس الرجالة اللي واقفين رفضوا، وبدأ مسعد يتهجم عليهم لغاية ما الست أسمهان خرجت وقالت: عاوز تاني؟ قرب منها مسعد وقال: انا عرفت كل حاجة، وعرفت انك انت بتحمي ابونا من دمانة، وبشكرك على ده، بس ليا سؤالين عندك لو سمحتي ليا يعني. أسمهان قالت باستغراب: عرفت منين؟ مستحيل امك الشيطانة تعترف لك باللي عملته وخضوعها لدمانة والشر اللي طلقته علينا بعد ما كلنا وقفنا ووافقنا بتنويم ابوك. مش مهم عرفت منين، المهم ليه ما ساعدتيش سمر ورحمتيها من العذاب اللي شافته؟ هنا بقى ردت أسمهان وقالت: ومين قالك ان انا ما ساعدتهاش؟ انا زي ما حميت ابويا كنت بحمي سمر اللي ما كنتش عارفه ليها طريق. كل اللي عرفته عنها اننا لقينا جثتها مرميه هنا تحت رجليك قدام باب الدوار، وامك اتهمتني ان انا قتلتها عشان محدش ياخد الورث غيري، وبصعوبه قدرت اثبت ان انا ماليش دعوه بقتلها. ودي كانت اول مره اشوف فيها سمر، كانت جميله وعمري ما نسيتها لحظه واحده بس. رد عليها مسعد: طب انا دلوقتي واقع في ورطه ومحدش هينجدني منها غيرك انتي. هنا بس قربت منه وقالت: ورطة ايه خير؟ انا ابن سليمان الحفني، وراجل ومراتي حامل في توأم، وبكده ولادي في خطر، صح؟ رفعت الست أسمهان راسها للسما وكأنها بتستنجد بربنا وقالت: يا الله الهمني الصبر من عندك. مسعد مسك كفها وقال: ابوس ايدك، انطقي، ولادي في خطر؟ ايوه هيكونوا في خطر الا اذا ايه؟ مستعد؟ سندت على العربية كده وقالت: لازم تعرف ان تدابير ربنا فاقد كل شيء. من يومين الدكتور المتابع لابويا الحاج سليمان قال انه خلاص مات اكلينيكيا، ولازم نرفع الاجهزة عنه، وانا قلبي ما كانش مطوعني، بس اعتقد ان هو جه الوقت علشان ابونا يرتاح الراحة الابدية. انا حاولت احميه من الموت سنين طويلة، بس خلاص انا قررت اطلق سراحه علشان يقابل ربنا، وبموته دمانة ترتاح يا كمال، وولادك هيكونوا في امان. بس ممنوع انك انت تخلف تاني مهما حصل، وإلا قانون الحفني هيقضي عليك انت ونسلك كله، ولا انا ولا غيرك هيساعدك بأي شيء. تقدر تدخل تودع ابوك لآخر مرة قبل ما نشيل الأجهزة عنه، اتفضل. بعد ما خلصت كلامي أمي قالت: لا إله إلا الله،
الدنيا ياما فيها يا كرم يا ابني. فعلا يا ماما. وسبت مسعد هناك ورجعت انا ودهب وكرمة. وصلتهم لبيتهم وجيت على هنا، ولسه بحاول استوعب فكرة ان الشخص ممكن يعمل عقد وصفقة مع الشيطان يفضل يدفع تمنها نسله كله من غير اي حل. طب وام مسعد يا كرم؟ مش عارف ممكن يعمل معاها ايه ولا هي فين اصلا، بس كفاية ان المخطط بتاعها ده فشل كليا. امي بان عليها النوم والتعب وهي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها يا ابني، انا هقوم انام بقى. سابتني امي ودخلت نامت، وانا قعدت على مكتبي وفتحت اللابتوب بتاعي ولقيتني بكتب. قوانين الدنيا مفروضة علينا من الأديان السماوية المرسلة، وأي عبث في قانون منهم هو تحدي سافر للقواعد، ومن هنا بتتولد اللعنة، ومن هنا اتولد قانون الحفني. وبكده كنت انتهت حلقة النهارده وقصة النهارده. بشكر جدا طبعا ياسمين ابو حسين على ابداعها المستمر معانا في قناة احمد عبد الكريم. حقيقي بشكرك جدا يا ياسمين، ومنتظر منك اللي اقوى بكتير. بشكركم كلكم طبعا على الاستماع، ولو حضرتك او حضرتك لسه جديد في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب على زر الجرس، ويا ريت تعملوا لايك وكومنت، لان فعلا الحاجات دي بتفرق معانا جدا وبتعرفوا فين الصح وفين الغلط. شكرا جزيلا ليكم، كان معكم احمد عبد الكريم، تصبحوا على خير.